بقى الاهم روتينات المذاكره اللي انا بستخدمهم في رمضان لسنين طويله وجابوا معايا نتائج كويسه جدا. الروتينات دي زي ما قلت لكم مش بس للمذاكره، هتكون شامله الصلاه وكمان العباده، وكمان هيكون فيها جزء للترفيه، وكمان جزء مهم جدا وهو النوم. ناس كتير جدا بتتجاهل او بتنسى تنظم نومها في رمضان او تاخد بالها من موضوع النوم ده. النوم لو ما اتظبطش بيضرب كل الخطط او كل الحاجات اللي احنا عاملينها، وكل الخطط وكل الجداول اللي احنا عاملينها المذاكره بتبوظ. كده ركزت كتير جدا في الروتينات اللي انا هذكرها معاكم الوقت في الفيديو ده، ان انا انظم لكم النوم، وكمان ان انا اديكم نصايح كتير جدا وانظم اوقات النوم عشان تناموا وقت كبير جدا وتقدروا ان انتوا تركزوا خلال اليوم. اول روتين معانا وهو روتين المذاكره بعد الفطار على طول. اول ما نفطر كده ونسترجع طاقتنا وقوتنا نصلي المغرب والتراويح، وبعدين نرجع نذاكر في الفتره اللي هي من بعد التراويح لحد السحور. وما شاء الله الفتره دي بتكون طويله جدا ان احنا نقدر نذاكر فيها كميه كبيره جدا، وطبعا مش هنذاكر كل الفتره دي، لا احنا هنقسم الوقت، هيكون في فترات راحه كتير جدا عشان كده ما نزهقش من المذاكره ونرجع شغفنا وطاقتنا كده على طول. عشان كده كل ساعه او ساعتين خدوا ربع ساعه بريك عشان ترتاحوا فيها، وكمان تفصلوا مخكم شويه عشان ما تزهقوش، وكمان تسترجعوا طاقتكم، او تاكلوا اي حاجه مكسرات مثلا او سناكس او اي حاجه تشربوها، او اشربوا القهوه بتاعتكم. انا كده كده باجل قهوتي لوقت المذاكره وما بشربهاش وقت الفطار، اقصد يعني بعد الفطار على طول، بحب اشربها مع الكتب او الشغل اللي علينا. هنقسم المذاكره اللي علينا على مذاكره وحفظ وكمان حل اسئله كتير عشان يكون في تنوع كده وما نزهقش من المذاكره بسرعه، وطبعا هنتعب شويه على ما نتاقلم ولكن هيكون مفيد لنا في النهايه. تنظيم النوم بتاعنا بقى في الروتين ده هيكون عامل ازاي؟ اول حاجه هننام شويه حلوين بعد ما نرجع من الدروس على طول، نصلي على طول ونقرا القران بتاعنا، وكمان نبدا ننام ونصحى على الفطار على طول. هنصحى على طول على الفطار مفوقين كده ومصحصحين، وبعدين نفطر ونصلي المغرب وبعدها التراويح، ونرجع تاني نذاكر بقى، او نرجع بعد السحور على طول او بعد صلاه الفجر ننام بقى لحد ما ميعاد الدروس بتاعنا يجي على طول. كده نسترجع طاقتنا وكمان ننام كويس خلال اليوم، وكمان نسترجع طاقتنا ونقدر ان احنا نروح دروسنا مصحصحين كده ونايمين كويس ومش حاسين بارهاق. وهكذا بقى نتبع الروتين ده لحد اخر يوم في الشهر، وكده هنكون نمنا كويس وصلينا وكمان ذاكرنا كويس من دون اي ارهاق ولا اي زهق في المذاكره. تاني روتين معانا النهارده وهو انك تبدا تذاكر من بعد السحور لحد اذان الظهر ما يأذن. المذاكره بعد السحور بتكون جميله جدا ومريحه، لان طاقتنا بتكون عاليه جدا في الوقت ده، وكمان اعلى من الوقت اللي احنا بنكون فطرنا فيه، يعني اعلى من طاقتك بعد ما بتفطر على طول، لاننا كلنا بناكل حاجات خفيفه في السحور، وكمان بنكون فوقنا من صيام اليوم اللي قبله من الفتره اللي هي بعد الفطار لحد السحور، فهنكون كمان مركزين جدا. عشان كده نبدا ان احنا نتسحر كويس وبعدين نصلي الفجر ونقرا جزء كامل من القران عشان نلحق ان احنا نختم القران الكريم في الشهر ده باذن الله. وما تفكروش ان قراءتكم للقران في شهر رمضان